من اسره ابراهيم شيكا في القضيه، واستند بكلام من مروه، خد مقاطع فيديوهات، وحضرتك اخليت مسؤوليتك عن الموضوع، قلت ده كلام مروه مش كلامنا احنا كمحاميين امام الجهات المختصه. فهي دلوقتي في تحقيقات، هل الكلام اللي حضراتكم قدمتوه هل هو دلوقتي تم التحقيق فيه وحصل فيه حكم، فبناء عليه نقدر نقول ان اللي مروه قالته بيتم التحقيق فيه، ولا ان احنا كده ممكن نكون بنروج لشائعات ممكن تثير للبلبله يا استاذ هاني من قبل كل المتابعين؟ الكلام اللي اتقال بما فيها قضايا اللي محكوم فيها مروة يسري، هي حكم مروة يسري وهو حكم نهائي غير بات. في درجة من درجات النقض ممكن النقض يحكم ببراءة مروة، والقضايا اللي موجودة في النيابة العامة هي في حوزة النيابة العامة. ممكن النيابة العامة تحفظ لعدم وجود دليل، وممكن تحيل لوجود دليل. في سؤال مهم، هو النقد اللي حضرتك استندت ازيك عليه، يا اليكس؟ عامل ايه يا اليكس؟ على يلا نصحيك الحكومه لغايه دلوقتي. يا بص استاذ يا هاني، مشاهد، النقد على الحكم ولا على العقوبه؟ سؤال معلش انا اسف، امشي يعني، حاول، انا زي اخ صغير ليك وانا سعيد بالفرصه الجميله اللي جت صدفه. كلمتين ونص. النقد على العقوبه ولا على الحكم؟ النقد نعم. النقد اه قضية مروة يسري اللي محكوم فيها، تمام، لسه فيها مرحلة النقد. النقد بيتعمل للحكومه والله يا اليكس انا صاحبيني حوار لقيت نفسي في حوار تاني منك النقد لله. يا استاذ هاني بيتعمل عشان الحكم ولا عشان العقوبه؟ ده يا السؤال. توته الله يسامحك يا توته، والله الله يسامحك. يا استاذ هاني السؤال تاني النقد السؤال ده على الحكم، جاوبنا عليه. اقول لك كله بيحاور على النقد كله. على شوف الحكم ولا على انا العقوبه يا استاذ يا هاني؟ استنى انا هستعير باجابه اليكس واقول لك والله كله بيحاور على كله. لا 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 لا، مش هينفع نهرب من بعض من الاسئله، حضرتك رجل قانون ومخضرم واكبر مننا سنا. لا عارف ليه مشاكل؟ عايزني لان أقول هو عايز اعرف النقد لان على المستشار الحكم جاوبك ولا على الحكم. العقوبة؟ انا جاوبت المستشار جاوبك على الحكم وانت مش عايز بإذن الله. تقتنع باجابته. معلش، لا هو ما جاوبش، لسه ما القصه جاوبش على السؤال وترجع ده. تكمل الحكايه. بص يا جاوبنا باشا، على السؤال ده بالخصوص يا استاذ هاني. القول الفصل اهو قال لك اهو، قسما بالله كله بيحاور على كله بلا استثناء. جهزوا نفسكم للي جاي، جهزوا نفسكم وجهزوا اوراقكم، وابقى رشوا فلوس كتير وهددوا كويس، وحاولوا تعملوا منصات كدابة وغشاشة تتكلم وتخلف الحقائق وتتوه الشباب، واعملوا كتير مشاكل على الساحة وعلى على البرنامج، ودخلونا في قصص وحوارات وفلانة بتتصور وهو مش عارف ايه كتير، بس هو بضرة النفع. ليه بقى؟ الحاجة الشاذة بيبقى عمرها قصير قوي يعني، لأن الشعب المصري والعالم العربي يعني في عقل يعني بيميز الصح من الغلط. فأنتوا جهزوا نفسكم بقى للي جاي. مبروك لمروة يسري، النقد بتاعها اتقبل وهيتعادل محاكمتها من أول وجديد، يعني كل اللي فات ده بلح واللي جاي أصلي. فليحيى ويحيى القضاء المصري، هو ده اللي أنا كنت بقوله. نثق في القادة والقضاة الموجودين على الساحة. صوت الباطل عمره قصير. احنا ضد الفساد بأنواعه، ضد اللي يدمر عاداتنا وتقاليدنا، ضد اللي يسوء سمعتنا، ضد اي حد ممكن يستقل بمواطن مصري او بمواطن عربي، ضد اي حد ممكن يعمل فتن، ضد اي حد ممكن يدخل على اساس ان هو يسوق لينا فكرة يدمر بها عقول اولادنا وبناتنا وامهاتنا وزوجاتنا. احنا اكبر منكم، الله اكبر بكم بربنا، ثم القادة والقضاة والجيش والشرطة والشعب ايد واحدة. على ايه بقى؟ على الفاسد والمرتشي والمزور والكذاب والمنافق واللي بيعمل حوارات. يعني نرجع لعادتنا بقى اللي هي القديمة ونبتدي بقى، بما ان موضوع مروة بدأ بت فيه تاني، اكيد فيه جديد، واكيد موضوع شيكا هيحصل فيه ايه؟ هيتفتح. فاهلا بيكم في المرحلة اللي جاية، وجهزوا اوراقكم ومستنداتكم، لان اللي جاي هيبقى تقيل عليكم قوي. لا هينفع فيه فلوس، ولا هينفع فيه وسايط، ولا هينفع فيه محسوبية، لان كل حاجة باينة. الحق باين والظلم باين. مدام هبة فنانة، الناس الحلوين هناء وشيرين،
اللي كانوا بيطلعوا بيدافعوا وبيعملوا وبيسووا ويتكلموا. القضاء اكيد في المرحله اللي جايه هيطلبكم، بس جهزوا اوراقكم كويس. اللي انا عايز اقوله لكم ان لسان حالكم نطق على الميديا. مجموعه الفيديوهات الموجوده بس على التيك توك تتنكم، وانتوا عارفين كده. وربنا يا رب يعينكم على اللي جاي، لان اللي جاي هيريح 120 مليون مصري. لو كان ربنا كان رايد لكم الستر من الكل كان الموضوع عدى، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما عرفش. شيكا الله يرحمه، الله يرحمه فيه. الولد ده في حاجة، الولد ده كان طيب، علشان كده روحه عمالة تسلط كله. فجهزي نفسك يا ملاك الرحمة للي جاي. محمد إيهاب، لقيت لك فيديو بتتكلم فيه وبتقسم على المصحف، كلامك مناقض لبعضيه، وده هرفعه معايا المقطع اللي جاي. يعني عايز اقول لك انت مبسوط، احنا عايزينك مبسوط. فعشان كده الحمد لله على سلامتك، واهلا وسهلا بيك في المرحلة اللي جاية. سلام.